كأستاذ في جامعة ابن زهر للغات الشرقية وللتراث والحضارة والثقافة اليهودية. فصراحة عرض الأستاذ كان شيقا، تطرق فيه ل يعني أنواع يعني المكون اليهودي في الثقافة الأمازيغية، وبالضبط هنا في الجنوب في سوس، حيث استحضر عدة نقاط، منها أن هناك نظرية تقول بأن أقدم مكون يهودي في العالم هو مكون الذي موجود هنا في المغرب، يعني وبالضبط في سوس، واعتمد على أبحاث ديال الأركيولوجيين وأبحاث ديال علماء الآثار وحتى في اللغة. ثم تطرق كذلك إلى أن المكون العبري كان يتحدث يعني أيضا حتى اللغة الأمازيغية، وبالعكس ترجم العديد من الكتابات والمؤلفات ديالهم ترجمت إلى اللغة الأمازيغية. اليوم احنا هنا بصفتنا جماعه ديال تيزنيت في اطار التعاون اللي دايرين مع تيزنيت ثقافات، الجمعيه تيزنيت ثقافات، للحضور في واحد الندوه للمناقشه مع الدكتور حميد عبد الرحيم، الموضوع ديال المكونات اليهوديه في الثقافات الامازيغيه المغربيه. وجاءت هذه الندوه في الاطار ديال الاحتفاليه ديال تيفلوين اللي الجماعه ديال تيزنيت اختارتها احتفاليه للاحتفال بجميع مكونات ديال الشعب الامازيغ. وانا جد سعيده بحضوري في هذا اللقاء المتميز، ندوه اللي في المستوى اللي يعني تمس الثقافه اليهوديه وعلاقتها بالثقافه الامازيغيه، اللي لقاها السي الدكتور عبد الرحيم حميد، هذا الأستاذ اللي متخصص في مجال العبرية بجامعة ابن زهر، اللي تر فيها عدة يعني بنود من مميزات هذه الثقافة اليهودية، علاقتها بالثقافة الأمازيغية، وكيفاش كان التلاقح بين الأمازيغ واليهود في فترة معينة. هذا التعريف ماذا يستحضر؟ يستحضر الوضعية الاعتباطية التي كان يهود النصرانية يحيونها في البلدان الأشكنازية.